عايزاه يحبك ويموت فيكي. الجزء الثاني. الحلقة اللي فاتت بدأنا الحوار وقلنا على شوية خطوات هنكملها معاكم الحلقة دي. أنا فريدة مع برنامج مع فريدة، وربنا يهدي سرك. عايزاه يحبك ويموت فيكي. بدأنا الحلقة اللي فاتت بشوية خطوات. قلتلك بلاش أول حاجة، بلاش تكوني سحبة للطاقة واتكلمنا فيها. قلتلك عايزة تاخدي ادي الأول وبرضو اتكلمنا فيها. قلتلك خليه يدور عليكي، خليه يشتاقلك وبرضو اتكلمنا فيها. قلتلك خليكي غامضة، الغموض، وبرضو اتكلمنا فيها. النهاردة خامس خطوة معانا، خليه راجلك. خليه راجلك وقوليله كده دايما. ازاي؟ خلاص هو خطبك، هو جوزك، ما تعاملهوش على انه قرش براني. دايما حسسيه ان هو الراجل الوحيد في حياتك. دايما قولي له كده، وحسسيه ان انت ما تقدريش تعملي حاجه الا لما ترجعي له، انك انت بتحبي رايه، ان انت بتحبي تستشيريه، ان انت بتحبي تاخدي كلامه بمحمل الجد وان هو فعلا صح رايه ايا كان. يعني دايما قولي له ان انت سندي، ان انت ظهري، ان انا ما كنتش اعرف اعيش في الدنيا دي من غيرك. دايما انفخي في رجولته وانفخي في شخصيته. بس انت لو عملتي الخطوة دي بدون باقي الخطوات، انت كده بتصنعي وحش معاكي في البيت. لان كل ما تنفخي في الراجل هيزداد غروره، هيزداد كبره، هتزداد نرجسيته، وكل ده اول حد هيطلعها عليه انت اللي هيطلع عليه غروره، وهيطلع عليكي غروره وكبره ونرجسيته. ولو كان اصلا عنده حالة نفسية او مرض نفسي هيطلعوا عليكي مع كل ده، فانت اللي هتعيشي المرار. الخطوات اللي انا بقولها ما تاخديش منها خطوة وتسيبي الباقي، لا، لازم يبقى كله مع بعضه. ومن ضمن احساسه كراجل معاكي طريقتك انت في الحوار او في الخناق. ازاي هو يتخانق معاكي ويعلي صوته وانت فجأة تتحولي جعفر وصوتك يبقى اعلى من صوته، وشتمك بامك هتشتميه بامه وبابوه وباهله وبخلانه وبجيرانه. يبقى فين بقى؟ احنا عمالين ننفخ فيه كانه راجل، دلوقتي ما بقاش فيه موجود غير راجل وجعفر، اتنين ذكرين في البيت. وانت فكرك انت اصلا كده بتاخدي حقك؟ لا خالص، انت بتضيعيه. عارفه تاخدي حقك بالدلع والرومانسيه والصوت الواطي وحقك عليا، وبقى انت يرضيك تهني، بقى انا مش مهمه بالنسبه لك انك انت تتعصب عليا، يعني انا مش مهمه واحساسي مش مهم ومشاعري مش مهمه. الكلام الجميل دوت يخليه نقوي يبقى احسن من احسن جذور. انما تطلعي جعفر وتحسسيه ان هو قليل. طب ما انا اقول لك على حاجه، انت بتتخانقي معاه وهو بيتخانق معاكي، هو راجل البيت فلازم صوته يعلى. فجاه انت صوتك عالي، يبقى هو بقى راجل، لا، هيقوم معلي ايده. الاول كان بيعلي لسانه صوته، دلوقتي هيعلي ايده عشان يحس بيها ان هو بقى اعلى منك درجه. فانت هتقومي ايه؟ هتقومي شتمه، فهو عايز بقى يعلي عليكي عشان هو الراجل، فهيقوم ضربك وشتمك. لانه في كل الحالات بيحاول يثبت ان هو الراجل اللي في البيت. خلي بالك ان انت لما تنفخي فيه على انه راجل وراجلك وسندك، وان هو ما تعمليش حاجه من غيره، وان كل دوت، وتيجي بعد كده بعد ما نفختي فيه وحطيتيه في الصوره الجميله دي بينه وبين نفسه، تقوم عليها صوتك وشتمه اكيد هيديكي فوق دماغك. خليه في عينك راجل وحاسسيه بكده. هو لو ابن اصل وابن ناس واهلك عرفوا يختاروا لك حد صح، كل ما تحسسيه برجولته وان هو سندك وان هو ظهرك، هو هيحسسك بانوثتك. فاهماني؟ انت بتحسسيه ان هو راجل وفي ظهرك وفي سندك، هو هيبقى معاكي في المواقف، هو لو احتاجتيه هتلاقيه، هو لو رفعتي سماعه التليفون وقلتي له ده انا عندي هيجي لك جري. شوفي انت عليتي منه كراجل، هو على منك كأنثى. سادس حاجه، خلي خلافاتكم راقيه. ياه، ده انا لسه بقول على الخلافات والصوت العالي والجعفر اللي بيطلع من الست وقت الخناقه. ليه تخلي خناقتك راقيه؟
لان الباب اللي بيتفتح في الخناقه عمره ما بيتقفل 100%. انتوا اتخانقتي انت وهو لسبب ما، والسبب دوت اتصالحتوا فيه وكل واحد خلاص كمل حياته مع التاني والموضوع اتنسى، بس اتنسى وقتها، انما عمل تراكمي. فلازم نتصالح ونتصافى 100% وقت الخلاف. طيب حصل في الخلاف خلاف اكبر والدنيا زادت زي ما انا لسه بحكي، والدنيا الصوت عالي وبدات الشتايم وبدا الحوار ياخد مجرى مش لطيف. تخيلي ان انت لما ترفعي صوتك وتزعقي له وتقولي له في الوسط كده كلمه جرحته او جرحت رجولته او جرحت اهله، تعتقدي ان هو لما هتتصافي انت وهو وترجعوا لبعض هيبقى صفاء 100%؟ لا. وانت برضو اتكلمت في النقطه دي كتير، واتكلمت في النقطه دي في الحلقه اللي فاتت، واتكلمت فيها في الحلقه دي المره دي. الخلافات كل ما تكون راقيه كل ما بيبقى وقت الرجوع اسهل، كل ما بيبقى صفاء النيه اسرع، كل ما بيبقى نسيان الحدث اسهل. خلي الخلافات، انت زعلت جيت زعقت، هي زعلت اتقمصت خدت جنب، انت رحت صالحت اتصالحت نسينا الموضوع. انما انت جيت واتخانقت، هي زعقت وانت زعقت وانت هي شتمت وانت شتمت وبعدين انت ضربت وبعدين هي عايرتك بحاجه وبعدين هي راحت بيت اهلها وبعدين الموضوع كبر ووقف على الطلاق والعيله هتتشرد، وكل ده في ايدك. كل ده في ايدك. كل ما تبقي انثى هتكسبي. جعفر عمره ما بيكسبش بس غير الخراب، وممكن تكسبي اكتر واكتر واكتر بالانثى اللي جواكي عن العند والصوت العالي والشتيمه. كل ما الخلافات كانت راقيه كل ما بقى باب الرجوع سهل يتفتح، وكل ما انحطينا انا وهو في الخلافات كل ما باب الرجوع اتقفل في وشنا. خلي بالكم الخلافات الراقيه ما بتطلعش غير من ولاد الاصول. هي متربيه وعارفه قيمه جوزها وعارفه ان جوزها فوق دماغها وانه فعلا راجلها، وهو متربي في بيت اصل وعارف ان الست ليها كرامه وليها اصول في التعامل معاها حتى لو اتخانقت معاها. هي بنت اصل وهو بيت اصل، الموضوع هيختلف جدا عن ما تكون هي واحده هانم ولا متربيه في بيت اصل ومتجوزه واحد عشان حبته بس ما دورتش على اصله. الموضوع كان هيختلف كتير. سابع حاجه معانا، بلاش يضمن بقائك. انا عايزاه يحبني ويموت فيا، بلاش يضمن بقائي. خليكي مهتميه بنفسك كويس، مهتميه بتعليمك كويس، مهتميه بشغلك كويس، بحيث ان انت دايما بتديله لينك من تحت لتحت ان انت قررت ان انت تسيبني، فانا عادي، انا ممكن اقف على رجلي واشتغل واربي ولادي وابقى احسن ست واحسن من اي راجل كمان، وبدل ما هبقى ست واحده هبقى ست الستات. حته ان هو يضمن بقائك معاه دايما بتخليه واخد وضع تاني خالص. لما هو عارف خلاص انت مركونه في البيت ووقت ما يعوزك هيجيبك، هتلاقيه دايما يدور على واحده تانية تلففه حوالين نفسه. هو الراجل كده، هو طبيعته كده، بيحب دايما ان هو الست تعذبه. ضمن بقائها ركنها هيدور على غيرها، معروفه. وغير ان هو لو ضمن بقائك هتقلي من نظره، خلاص انت ما بتعمليش حاجه في حياتك، انت واخده بالك من بيتك وعيالك وخلاص ما فيش بعد كده. فين طموحك؟ بصي مهما كان بيحاول يبين لك ان انت كده على مزاجه وان انت كده هو مبسوط بيكي وانت قاعده مركونه كده، مهما كان بيحاول يوصل لك النقطه دي، هو في الاصل من جواه ما بيحبش الست اللي دي، ما بيحبش الست دي. هو عايز ست تدوخه، عايز ست مستقله ليها شخصيتها عنيده تقدر تقف على رجليها براجل او من غير راجل. ضمن بقائك تعرفي ان هو هيتخلى عنك في يوم من الايام. طب اني عايزاه يحبني اعمل ايه؟ اشتغلي، استقلي بحياتك، بيني ثقتك في نفسك، بيني ان ليكي طموح ولازم هتنفذيه. هتساعديه في طموحه بس انت طموحك موجود ولازم هتعمليه.
طول ما هو حاسس ان انت ممكن تقفي على رجلك بدونه، طول ما هيمسك فيكي بايده واسنان. تامن حاجه، عايزاه يحبك ويموت فيكي، خليكي انثى. طب ما انا انثى؟ لا، في فرق بين الانثى والست. كلنا ستات، بس قليل مننا قوي اللي انثى. انثى في ايه؟ انثى انك بتهتمي بشكلك، بتهتمي بشعرك، بتهتمي بجسمك، بتهتمي بطريقة كلامك ودلعك مع التاني، مع الراجل. ما هو مفيش انثى بتمشي منعكشة في البيت طول النهار. مفيش انثى بتلبس جلابية الطبيخ وتقعد بيها لحد بالليل. مفيش انثى ما بتعملش ماسك لوشها حتى لو مرة في الاسبوع. مفيش انثى لما بتيجي تتكلم مع جوزها بتحس ان صوتها بيخشن وصوتها بيبقى اعلى من صوته، جعفر بالظبط في البيت. مفيش انثى لما تيجي تقول لها بتروح الكوافير من السنة للسنة. مفيش انثى لما تيجي تطلع من البيت مع جوزها تبقى لابسة عباية وشبشب زحافي وتمشي تطرقع بالشبشب. دي مش انثى. دي مش انثى تخلي الراجل يمسك فيها بايده واسنانه. انت عايزاه يحبك ويموت فيكي، خليكي انثى. خليكي انثى وبفلوسه. يعني ما تبقيش بتشتغلي وتقولي لا انا هروح الكوافير من فلوسي، لا، خليكي انثى بفلوسه. خدي منه فلوس وروحي اعملي في الكوافير، خدي منه فلوس وانزلي اشتري لانجري، خدي منه فلوس وانزلي اشتري حاجات حلوه ليكي، خدي منه فلوس وانزلي اشتري مكياج وماسكات، عشان يبقى تعبان في ان هو يخليكي انثى. زي دايما احنا دايما بنشوف لما مثلا راجل بيتفرج على التلفزيون ويبص لمراته وكده ويقول لها شايفه الستات؟ ما هي الستات اللي هو بيقول لمراته عليها في التلفزيون دي ستات اتصرف عليها، اجوازاتهم صرفوا عليهم عن ان هم يبقوا حلوين وجمال كده في عينهم وفي عين الناس. يبقى انت لازم هو برضو اللي يصرف عشان يعرف ان انت بقيتي حلوه بفلوسه. لما انت تصرف عليا انا هبقى انثى، انا هبقى حلوه. خلي بالك كمان ان حته الانثى مش في الشكل بس، في طباعك كانثى. خلي بالك انك انت كانثى مش في لبسك بس وشكلك. الانثى بتبقى موجوده كانثى في حاجات ممكن تلاقيها صغيره جدا، زي طريق حطيتك الاكل على السفره ورصك الاطباق، ترتيبك للانتريه وترتيبك للستاير. ما هو مش قاعد في بيت عزاب علشان تيجي تحطي الاكل تقومي رميه على الترابيزه في كل حته في ناحيه، ولما يبقى عايز الطبيخ يروح لاخر الترابيزه، ولما يبقى عايز الميه يروح لاخر الترابيزه. في سنس كده انثوي، في سنس انثوي ان هو برده مش قاعد في بيت عزاب عشان تبقى الستاره جايه على جنب ومنعكشه والانتريه متلخبط. انثى خليها بالها من المكان اللي هو بيقعد فيه، خليها بالها من ستايرها، من طريقه اكل. انثى بمعنى كلمه انثى. الانثى مش ان هي شعرها طويل وشكلها ست وبتلبس هدوم ستات. عايزاه يحبك ويموت فيكي، خليكي انثى. حبيبتي، ان هو يحبك ويموت فيكي عشان انتي بتحبيه وبتموتي فيه، ده شيء كويس. واحنا قلنا الخطوات في الحلقتين دول. فكرتي مرة ان اللي انتي عايزاه يحبك ويموت فيكي ده بني ادم ما يستاهلش؟ بني ادم مش هو اللي المفروض تعيشي معاه؟ مش البني ادم اللي يستاهل حبك ده كله؟ فكرتي في كده؟ ما تفكري او تحبي ان اللي قدامك يحبك ويموت فيكي، فكري الاول هو يستاهلك ولا لا. فكري الاول هو فعلا من بيت اصل هيقدر اللي انت بتعمليه عشانه، ولا انت هتفضلي طول عمرك وطول الوقت تستنفذي كل طاقتك ليه علشان يحبك ويموت فيكي. خلي بالك انا شفت النماذج دي كتير، هي بتحب الراجل قوي، هي عايزاه يعيش معاها وبتستميت في ان هي تخليه كده، وبتهلك حياتها وتهلك صحتها وتهلك نفسيتها علشان عايزاه يحبها ويموت فيها. وفي الاخر بيطلع هو اي كلام، ما استاهلش تضحيتها ولا قدرها ولا قدر الاستماتة اللي هي فيها علشان خاطر يخليه يحبها ويموت فيها. لما انت عايزاه وعايزة تعيشي معاه وعايزاه يحبك، نقي واختاري صح، يكون من بيت اصل. انا خلصت كلامي، وان شاء الله في حلقة تانية مع فريدة. ربنا يهدي سرك.